بتصحى كل يوم وحاسس إن في حمل تقيل على كتافك، في حاجة وجعاك ومش عايزة تروح. هو ده بالظبط وزن الوجع اللي انت شايله من خناقة قديمة أو موقف حد جرحك فيه وسابك. احنا فاكرين إن الزعل واللوم هما اللي هيخلوا الطرف التاني يحس بغلط، بس الحقيقة إننا احنا اللي بندفع التمن ده بصحتنا النفسية والجسدية. في مثل مشهور بيقول: انت اللي بتشرب السم وبتستنى اللي قدامك يموت. المسامحة مش ضعف ولا معناها انك بتدي تصريح للناس انها تجرحك تاني. المسامحة قوة وحرية، هي انقاذ لنفسك انت قبل اي حد تاني. تخيل كده شكل حياتك لما ترمي الشنطة التقيلة دي وتكمل طريقك خفيف ومبسوط. جهز نفسك علشان دي رحلة تحرر من سجن الماضي. يا ترى كم مرة صحيت من النوم وصداع فظيع ماسك في دماغك، أو حاسس بكرشة نفس مش مفهومة، أو حتى وجع في ظهرك ملوش سبب طبي واضح؟ تيجي تعمل فحوصات والدكاترة يقولولك أنت سليم مفيش فيك حاجة. طب إيه السر؟ السر يا صديقي الشنطة اللي أنت لسه شايلها من سنين. شنطة فيها وجع علاقة فاشلة، كلمة اتقالتلك وجرحتك، موقف خيانة ثقة من أقرب الناس ليك. إحنا كبشر عندنا اعتقاد ساذج إننا الغضب والزعل هما وسيلتنا الوحيدة للعقاب. فاكر إن طول ما أنت مش مسامح الطرف التاني هيفضل يتألم أو يحس بغلطته. الحقيقة المرة إن الطرف التاني ممكن يكون كمل حياته ونسي، وإنت لسه عامل قلبك وعقلك سجن للعلاقة دي. بتفضل تعيد وتزيد في شريط الموقف اللي وجعك، وكل ما تعيده جسمك بيفرز هرمون التوتر زي الكورتيزول، والكورتيزول ده يعتبر قنبلة موقوتة بتضرب كل حاجة حلوة في جسمك. بيضعف المناعة ويزود احتمالية أمراض القلب، بيعمل لك توتر مزمن بيقلب لاكتئاب أو قلق دايم. والأدهى من كده إن عدم المسامحة يخليك تجيب لنفسك العلاقات السامة دي تاني. هتقولي طب إزاي؟ لأنك بتتصرف من منطلق أنا لازم أكون حذر أو أخد بالي أو كل الناس خاينة، فبتدخل في علاقات دفاعية وبتستفز في الطرف التاني نفس السلوكيات اللي خلتك تتوجع من الأول. انت مش بتسامح الطرف التاني، انت بتسامح نفسك وبتنقذ مستقبلك. الفكرة انك لازم تعترف ان الوجع ده حقيقي ومش ضعف انك تتوجع، لكن لما تتمسك بالوجع ده هو ده اللي هيستهلك طاقتك ووقتك اللي ممكن تحطهم في حاجة تانية ممكن تبني بيها حياة أحسن ليك انت. المسامحة هي قرار بإنك تقول أنا استرجعت طاقتي ومش هدفع تمن اللي حصل ده تاني. المسامحة مش كلمة بنقولها، المسامحة هي رحلة متكونة من خطوات عملية. مش هتصحى الصبح تقول أنا سامحت وخلاص، لازم تشتغل على قلبك وعقلك. أول حاجة لازم تعترف بالوجع وتفصل بين الفعل ذات نفسه والشخص. ما تقلقش من حجم الجرح علشان ما تزعلش نفسك. المسامحة بتبدأ بالاعتراف الكامل إن اللي حصل كان موجع فعلا وكان غلط وما ينفعش يتكرر. تاني حاجة لازم تفصل ما بين الفعل الغلط وشخصية الإنسان اللي عمله. لما بتقول أنا بسامح فلان ده معناه إنك بتسامح الشخص كإنسان، مش بتسامح الفعل الغلط اللي هو عمله. ده بيساعد عقلك على انه يقلل من الزعل تجاه الشخص. انت مش بتدي تصريح للغلط، انت بتدي حرية لنفسك. في حاجة كده في علم النفس اسمها اعادة صياغة القصة. انت بتحكي القصة لنفسك بطريقة تخليك دايما الضحية المظلومة اللي تستاهل الشفقة. احنا بنغير الصيغة دي وبنقول انا شخص اتأذى واتعافى والقوة بتاعتي اني كملت بعد اللي حصل ده. انت بتغير دورك من ضحية لشخص قوي وقادر يتعافى. لما حد بيجرحنا بنشوفه كشيطان او عدو، لكن الحقيقة اننا كلنا بنغلط. المسامحة بتبدأ لما تفتكر انك انت كمان بشر وممكن تغلط عادي، وان الطرف التاني ده انسان مش كائن مثالي. ده مش تبرير للغلط ولا بقولك ان ده الطبيعي، لكن محاولة انك تخلي الموقف في حجم الطبيعي كغلطة مش كجريمة. بما انك وصلت لحد هنا ده معناه ان الموضوع لمس فيك حاجة مهمة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الحلقات هتساعدك تكمل رحلتك علشان تحرر نفسك من كل المشاكل. في كتير من الناس بتتفرج وما بتشتركش، فساعدنا نكمل ونوصل الرسالة دي لناس أكتر. المسامحة مش نظرية، هي قرار بيتغير بيه الحياة. كان ليا صاحب اسمه أحمد بيشتغل في شركة، وفي يوم زميله في الشغل أخد من أحمد فكرة مهمة كان بيشتغل عليها وقدمها للمدير على إنها بتاعته هو. أحمد اتجنن وحس بخيانة رهيبة لأنه كان واثق فيه وحكى له عن الفكرة بالتفصيل. أحمد فضل شهرين مش عارف يعمل إيه وحاقد عليه، وكل ما يشوفه ضغطه يعلى
وتركيزه في الشغل يقل، وبعدين قرر إنه لازم يكشفه. لكن بعدها قعد مع نفسه وقرر يطبق اللي اتعلمناه. قال لنفسه الفكرة دي لو نجحت هتنجح بمجهودي أنا مش بمجهوده هو. تركيزي على انتقامي منه ده هيضيع فكرتي اللي جاية اللي هتكون أهم. أحمد سامحه مش علشان هو طيب، لكن علشان نجاحه هو أهم من أي حد يكون سبب في وقوفه. هو ما قطعش علاقته بيه تماما، لكن حط حدود قوية وما بقاش بيشاركوا أفكاره. المسامحة هنا كانت في استرجاع التركيز على مستقبله بدل من التفكير والضغط النفسي. أحمد اتفوق بعدها وجاب فكرة أقوى بكتير: المسامحة بتطول العمر. في دراسة مهمة جدا اتعملت في جامعة ستانفورد في مركز أبحاث المسامحة والتراحم، لو إن الناس اللي بتتعلم أدوات المسامحة العملية والتحرر من الغضب صحتهم الجسدية بتتحسن بشكل ملحوظ. لو إن المسامحة مش بس بتقلل هرمون التوتر، لكن كمان بتساهم في تقليل الضغط في الدم وبتخلي نبض القلب منتظم. تخيل إن قرارك النفسي بيطول عمرك حرفيا. إحنا مش بنبالغ لما بنقول إن الغضب والحقد هو سم بيقتلك بالبطيء. من أعظم قصص النجاح اللي بشوفها الناس اللي قدرت تسامح شركائهم، زي مثلا العلاقات الزوجية، بعد ما بيكونوا أساءوا لبعض لكن بيرجعوا تاني وبيسامحوا، مش علشان يرجعوا لبعض لكن علشان يقدروا يكونوا أبهات وأمهات أفضل لأولادهم وبصحة نفسية أحسن في علاقتهم الجديدة. المسامحة في العلاقة دي كانت معناها طلاق نفسي صحي، قدروا بيه يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم من غير ما يفضل الماضي مسيطر عليهم. لما بتسامح شخص انت مش بتعامله بعدل، لا، انت بتعامله بفضلك علشان ربنا يعاملك بفضله ورحمته. المسامحة هي استثمار في الآخرة قبل الدنيا. والهنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا، وخلينا نلخص لك الموضوع في جملة واحدة: المسامحة هي أعظم هدية بتقدمها لنفسك. انت مش مجبر تنسى اللي حصل، لكن مجبر انك ما تخليش اللي حصل ده يدمر مستقبلك. افتكر دايما المسامحة مش معناها انك ترجع للشخص اللي أذاك تاني في حياتك، لكن معناها انك تخليه يخرج من سجن قلبك وعقلك. ممكن تسامح وتحط حدود قوية جدا، أو تسامح وتقطع العلاقة تماما لو كانت فعلا سامة. أنت المتحكم في كل الخطوات دي. ابدأ دلوقتي وجرب إعادة صياغة القصص. جرب تفصل بين الفعل وبين الشخص ذات نفسه. كل خطوة بسيطة بتعملها هي بتكسر طيب من القيود. طيب دلوقتي دورك ما تتفرجش وتنسى. ابعت الحلقة دي لأي حد زعلان ورافض يسامح وانت عارف انه شايل وجع قديم ومحتاج ياخد خطوة تحرر. ولو لسه مش مشترك ما تنساش اعمل اشتراك دلوقتي على القناة وفعل جرس التنبيهات علشان تكمل رحلتك في بناء حياة أفضل. أنا جمعت الحلقة دي في بلاي ليست تظهر لك على الشاشة، تقدر تشوفها وأكيد هتستفيد. شوفها علشان تكمل الخطة. وشكرا إنك كملت معانا لحد الآخر. وافتكر دايما أنت تستاهل الحرية، أنت تستاهل حياة أفضل. سلام.